صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم كلكم وصباح السعادة، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا بعد ما صحيت كده الصبح وفطرت رايح أعمل الشاي دلوقتي، بقى أشرب الشاي بعد الفطار. جه في بالي موضوع مهم جدا جدا عايزة أنصحكم فيه وعايزة أكلمكم فيه، ألا وهو إيه بقى يا حبايبي؟ هو موضوع تجمعات العائلة وتجمعات خصوصا السلايف مع بعض. السلايف يعني إيه السلايف؟ عشان في ناس تانية من دول تانية بتتفرج علينا ممكن تكون مش فاهمين يعني إيه السلايف. بنعمل الشيء كده نتكلم مع بعض. السلايف دي اللي هو إن أنا أكون يعني أنا وسلفتي اللي هي متجوزة اخو جوزي يعني اخوات جوزي، او ممكن كمان العمه اللي هي بتبقى اخت الزوج متجمعه معانا وكده. وخصوصا الكلام ده لو هي في نفس سنك، لو اخت جوزك في نفس سنك هتعملي اللي انا هقولك عليه. لكن لو فرق السن كبير قوي بينكم، لا خلاص انت بتعتبريها كأمك زي امك او زي حماتك، ومش بتعملي الحاجات اللي اقولك عليها دي. لكن في ظلم شديد جدا 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 بيقع على بعض السيدات وبيسبب لهم ازمه نفسيه بسبب موضوع التجمعات العائليه دي. بصوا خدوا بالكم، انا حطيت معلقه سكر واحده. انا كنت بشرب الشاي بمعلقتين ونص سكر، بعد كده قللت النص بقت معلقتين، بعد كده قلت طب ما اجرب معلقه واحده. لقيت فعلا الموضوع تعود يا جماعه، يعني فعلا تقليل السكر دي حاجه مهمه جدا. ان شاء الله المره الجايه هاخد نص بس، هفضل على النص ده فتره بقى. ولقيت نفسي بعد كده مش قادره اشرب الشاي، لو زاد معلقتين ورجعتهم معلقتين تاني مش بعرف اشربه فعلا. طيب نكمل بقى موضوعنا المهم جدا اللي انا عايزاكي تاخدي بالك منه علشان ما تظلميش نفسك ابدا ابدا ابدا. سلايف قلنا يعني ايه سلايف؟ يعني بيت العيله بقى، بيت حماتي وبيت حمايا. لما بروح اتجمع معاهم وبتكون سلفتي دي موجوده وسلفتي دي موجوده واخت جوزي موجوده، واحنا كلنا هنتغدى مع بعض او هنفطر مع بعض في رمضان. او مثلا في بيت مع، يعني انا مثلا اروح مع مراتات اخواتي كلهم مثلا، والعمه تبقى موجوده. العمه دي بنقول عليها العمه في مصر على ان هي اخت الزوج. بنعمل ايه وايه اهم حاجه نعملها علشان ما اجيش على نفسي ولا اي حد من الموجودين يجي على نفسه، وكمان مفيش حد يتدلع على حس حد وحد ياخد مجهود حد ويبقى في ظلم في الموضوع، ونلاقي نفسنا في الاخر كاتمين الزعل جوانا لان انا اللي شلت الشيله كلها ومحدش عمل معايا حاجه ولا حد قدرني، وفي الاخر بننفجر. يا اما بنفجر نفسيا جوه نفسي انا وبكتم في نفسي واقعد اتغاظ وكل ده بيأثر على صحتي، يا اما في اخر اليوم بندب خناقه مع بعض ويا خساره اللمه الجميله اتحولت لنكد ولمشاكل. تعالوا كده ناخد الشاي واقول لكم تعملوا ايه بالظبط في المشكله دي. بصوا بقى يا جماعه، احنا المفروض نعمل ايه في موضوع التجمعات العائليه دي؟ كتير زي ما قلت لكم بيحصل كده وبيحصل مشاكل، واكيد بيحصل معاكم مشاكل، واللي بتحصل معاه المشاكل دي تكتب لي في الكومنتات كده وتقول لي فعلا ان ده بيحصل، او فعلا ده حصل معايا وفعلا ببقى متضايقه وفعلا انا بشيل الشيله. احنا بنبقى معزومين عند حماتنا او عند في بيت بابايا و مراتات اخواتي جايين او زوجات اخواتي جايين يحضروا معايا، او انا وسلايفي عند حماتي. اللي بيحصل كالاتي: واحده دايما هي اللي بتبقى شايله المسؤوليه كلها وشايله اليوم كله من اوله لاخره، شايله اليوم كله من اوله لاخره. بصوا في الكاميرا باين الجدول بتاع الاكل ازاي اللي عملت لكم الفيديو اللي فات. اللي ما سمعش الفيديو ده يسمعه. الجدول ده يا جماعه بتاع الاكل الاسبوعي، اكل الاسبوع انا عاملاه من يوم السبت لحد يوم الجمعه هنتغدى ايه. فبصي بقى ببقى صاحيه رايقه وفايقه لان انا عارفه انا هعمل اكل ايه وطلبات الاكله دي عندي وكله تمام. فده هيريحكم جدا جدا جدا. اللي ما سمعش الفيديو ده يسمعه عشان اعمل لكم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. هصور الفيديو بقى وانا بعمل الجدول، هحط الجدول ده قدامي واعمل جدول الاسبوع الجديد عشان تعرفوا تنظموا اكلكم طول الاسبوع ازاي. بنلاقي بقى في التجمعات العائليه واحده شايله المسؤوليه كلها وشايله الليله كلها، واكتر واحده تعبت في اليوم، وواحده يعني بتساعد ببسيط يعني حفاظا لماء الوجه كده، تعمل حاجات كده خفيفه باستعباط. في بقى نوع يعمل نفسه بيساعد
يظهر نفسه قدام الناس، ذكيه عارفه تعمل ايه. اول ما تلاقي تجمعات، اول ما تلاقي جوزها قعد وحماها او حماتها او كده، تعمل نفسها بتشيل الاطباق، بتجيب الاطباق، بتتحرك، بتعمل، فتبدا تظهر قدام الناس كلها ان هي عامله وان هي شغاله وان هي ما قعدتش اليوم كله. ويا سلام على حرقه الدم بقى لما تلاقي حماكي او تلاقي حد من جوزك او اخو جوزك او حد بيقول لها تسلم ايدك يا ام فلانه، تسلم ايدك يا ام عمر، ربنا يديك الصحه يا ام ربنا يديك الصحه يا ام ادم. وهي ما عملتش حاجه اصلا، بس دي بذكائها بتختار الوقت المناسب اللي تظهر فيه ان هي عملت. والحاجات دي بنقابلها فعلا وموجوده. وفي المطحونه اللي في كتير منكم اللي بيسمعني دلوقتي مطحون بسبب الموضوع ده، وحتى ممكن كمان ما بيتقالوش شكرا ولا بياخدوا بالهم منها اصلا. ليه؟ لانهم اتعودوا عليها كده، اتعودوا ان دي هي اللي بتشيل الليله فخلاص. لكن التانيين ما بيعملوش حاجه، فيوم ما يعملوا يبقى يفخموا قوي في الحاجه اللي بيعملوا فيها ويقعدوا يشكروهم ويعملوا، لانهم مش متعودين منهم على كده. وانتي عماله يتحرق دمك وعماله ضغطك يعلى وعماله اعصابك بتبوظ. طب وعلى ايه؟ ايه الحل يا جماعه؟ بصوا، يعني علماء النفس درسوا الموضوع ده. مفيش حاجه كده في الدنيا بتاعتنا ماشيه كده وبس. العلماء فعلا درسوا الموضوع ده واتكلموا في الموضوع ده، وقال لك دايما لما بيبقى فيه تجمعات ناس كتيره قوي بتعمل اقل من قدراتها. يعني اللي بتستعبط دي ممكن قدراتها تكون كويسه جدا وبتعمل في بيتها كويس جدا، بس في التجمعات بتوفر صحتها. ده نوع من انواع الناس. فعلشان نوصل للسلام النفسي وعلشان نوصل للراحه وان بنبعد عن المشاكل، المفروض كل حاجه تبقى باتفاق وبالتقسيم وبالجدول. انا بعشق الجداول يا جماعه. يعني ايه؟ يعني مثلا حماتك قالت يا اولاد ده انتوا هتتجمعوا عندي يوم كذا، هنفطر اول يوم مع بعض في رمضان، يوم الجمعه بنقضيه مع بعض. طيب يا حبيبتي يا طنط بقى، يا طنط او يا ماما، شوفي انت بتقولي لحماتك ايه، احنا هنتغدى ايه، هناكل ايه، هتقولك مثلا على الحاجات اللي هتاكليها. طيب احنا كام واحده هتبقى موجوده؟ انا وفلانه وفلانه وفلانه. بالتليفون قبل ما تتجمعوا هتظبطوا الشغل بتاعكم، او لما تتجمعوا كلكم عندها في المكان بتقسموا الشغل قبل الشغل ما يبدأ. انتي عليكي مثلا هتعملي الرز، انتي هتعملي مثلا خلطة المحشي، انتي هتعملي السلطات، انتي بقى عليكي المواعين في اخر اليوم. او مثلا بلاش نقسم كده الاول. ها يا جماعة كل واحدة حابة تعمل ايه؟ وده الافضل ان الاول نعرض ان نشوف الحاجات اللي قدامنا كلها اللي هتتعمل، انواع الاكل اللي هتتعمل، وان المطبخ عايز يتروق ويتنظف. ولو هتعملوا حلويات نكتب كل ده، احنا هنعمل كذا وكذا وبالورقه والقلم عشان تبقي جديه في الموضوع. احنا هنعمل النهارده كذا وكذا وكذا. طيب ها كل واحده تختار عايزه تعمل ايه، كل واحده تختار عايزه تعمل ايه. قولي يا فلانه تختاري هتعملي ايه من الحاجات اللي احنا هنعملها دي. هتقولك انا هاخد كذا، خلاص ماشي، وانتي هتاخدي كذا، ماشي، وانتي هتاخدي كذا، خلاص تمام. نبدا بقى ايه، خلاص كتبنا الورقه اهيت وعملناها. طب في حاجات متبقيه، طب ده مين اللي هيعمل ده ومين هيعمل ده؟ تتقسم بالعدل بيننا وبين بعض. واوعي تيجي على نفسك ابدا 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 ابدا، لان ده هيخليكي تنفجري. الفكره دي هايله جدا وحلوه جدا وبتبعد الناس كتيره عن المشاكل وبتخليه القعده جميله واللمه جميله، وما تكرهيش لمه حماكي وحماتك تاني. يعني الناس بتوصل ان هي فعلا بتكره اللمه وبتكره القعده بسبب المشاكل اللي بتحصل ديت. بصوا هرد على الانتركم وارجع لكم. خلاص رديت. فبالطريقه الجدول وبطريقه تقسيم المهام وتقسيم الشغل اللي علينا بالذوق وبالاحترام وبالاخلاق وبالاتفاق، ده بيسهل علينا حاجات كتيره جدا، وبيخلي زي ما قلت لكم اليوم جميل جدا، وبيخلي انت تحبي اللمه وتحبي القعده. لكن لو سبتي نفسك للي بيحصل ده انت هتكرهي يوم اللمه، هتكرهي بقى في ناس كمان ايه ده بيطلعوا مصايف مع بعض. ده يعني في ناس بيطلعوا مصايف مع بعض بالاسبوع بالعشر ايام، وبتلاقي هي يا عيني اللي شايله الهم كله، لا صيفت ولا استمتعت ولا حاجه، وتقول مصيف ايه اللي انا رايحه اصيفه ده. وغير كده اللي هي التجمعات بقى الاسبوعيه، في ناس بيتجمعوا في بيت حماهم وحماتهم كل جمعه، وفي ناس في شهر رمضان، وكل واحد حسب ايه ظروفه. لكن لو انت مثلا في فرق سن كبير قوي بينك وبين اخت جوزك، هل تقسمي وتعملي؟ لا، ما يصحش، غلط ان انت تشيلي. لو انت فعلا اصغر بكتير في سن بنتها، لا يبقى بنتها هي اللي تشيل معاكي.
او سلفتك هي اللي تشيل معاكي. لكن انت لو هي كبيره في السن خلاص بتطلعها بره التقسيمه. طبعا احنا بنعمل التقسيمه دي لمين وتوزيع المهام دي لمين؟ للناس اللي كلهم اعمارهم واحده. جربوا الطريقه دي مش هتندموا، فعلا هتغير حياتك جدا جدا جدا، وهتحببكم في بعض، وهتخلي في عدل ومحدش يحس بالظلم. لان اللي بتحس بالظلم وبتحس ان كله جاي عليها وبتحس ان الموضوع فعلا صعب بتكره التجمع وبتكتم في نفسها. يا اما بتتخانق يا اما بتكتم في نفسها، وفي الحالتين غلط. يعني لو اتخانقتي من كتر الضغط وكده هتنفجري على اخر اليوم طبيعي يعني. لو ما انفجرتيش هتكتمي في نفسك وتروحي البيت تنكدي بقى على جوزك وعلى عيالك، وانا اللي شلت وانا اللي عملت وانا اللي سويت. طب ما انت اللي ارتضيتي. ليه بترضي بحاجه مش عجباكي ومش على هواكي وبتعمليها غصب عنك؟ ليه؟ ما تعمليش حاجه غصب عنك ابدا. وزي ما قلت لكم كله بالذوق وبالاحترام. يا رب النصايح دي تكون فادتكم وان شاء الله تجربوها. ما تنسوش اللايك للفيديو يا جماعه، واي حاجه عايزيننا نتكلم فيها قولوا لي، وانا كل كده يعني كل يوم ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو اقول لكم فيه تتصرفي ازاي في حياتك وتتعاملي ازاي في حياتك، وربنا ييسر اموركم كلكم ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.